هل يمكن للبحرية الجزائرية التأثير في مضيق جبل طارق؟ هل تملك البحرية الجزائرية بقدراتها الحالية أدوات عسكرية قد تمنحها تأثيرا استراتيجيا في هذا الممر الحساس؟ اليوم سنجيب بطريقة تقنية بعيدة عن المبالغات وقريبة من الواقع العسكري. مضيق جبل طارق يمر عبره جزء كبير من تجارة العالم، وهو أحد أهم الممرات البحرية في الكوكب، والجزائر كانت سيدة المتوسط والتاريخ يشهد على ذلك. البحرية الجزائرية تصنف حاليا ضمن الأقوى إفريقيا من حيث التحديث. من أبرز عناصرها الغواصات. تمتلك الجزائر 6 غواصات هجومية من فئة كيلو الروسية الصنع. هذه الغواصات تعرف عالميا بالثقب الأسود، وتتميز أيضا بانخفاض البصمة الصوتية. قدراتها جيدة على العمل في البحر المتوسط، وتجهيزها بصواريخ مضادة للسفن من طراز كاليبر وتوربيدات هجومية. دورها الأساسي الردع تحت السطح، والقدرة على تهديد أي قوة بحرية معادية في نطاق العمليات. الغواصة في الحرب البحرية عنصر ضغط استراتيجي حتى بدون إطلاق نار. الفرقاطات. الجزائر تمتلك فرقاطات متعددة المهام، من بينها فئة ميكو. هذه الفرقاطات الحديثة عادة تستخدم لحماية المجال البحري ومرافقة القطاع البحري ومكافحة الغواصات وحتى الدفاع الجوي، وكذلك إطلاق صواريخ مضادة للسفن. وجود فرقاطات حديثة يعني القدرة على العمل المنظم ضمن مجموعة قتالية بحرية. الصواريخ المضادة للسفن. من الأنظمة المعروفة في المنطقة صواريخ مثل RBS 15 بحسب ما يتداول في المصادر المفتوحة. هذا النوع من الصواريخ مخصص لاستهداف القطاع البحري، ويعتمد على مدى بعيد نسبيا يقدر بحوالي 250 كيلومتر، ويعتمد على أنظمة توجيه متقدمة، ويشكل عنصر ردع قوي ضد السفن السطحية. من جانب آخر، مضيق جبل طارق يمثل بوابة البحر المتوسط نحو الأطلسي، أي أنه يعتبر نقطة ربط بين أوروبا وإفريقيا، وكذلك يعتبر ممر طاقة وتجارة عالمي ومنطقة اهتمام دائم لحلف الناتو. لكن الأهم هنا ليس السياسة، بل ميزان القوة البحرية في المنطقة. ماذا يعني التأثير في مضيق استراتيجي؟ إغلاق مضيق دولي لا يعتمد فقط على سفينة أو غواصة أو صاروخ، بل يتطلب سيطرة جوية، تغطية مستمرة، ودعم لوجستي، ومواجهة محتملة لقوى كبرى، واستعداد لتحمل رد فعل دولي سريع. في الواقع العسكري الحديث، الممرات الاستراتيجية تخضع لمعادلات توازن دولية. لذلك السؤال الواقعي ليس هل يمكن الإغلاق، بل ما هو مستوى التأثير أو الردع الممكن. عنصر الردع البحري. الغواصات والفرقاطات والصواريخ تشكل ما يعرف بقدرة الردع البحري. الردع يعني أن أي طرف يفكر في التصعيد سيحسب الكلفة جيدا. الغواصة وحدها قد تغير سلوك الأساطيل، وصاروخ بعيد مدى يفرض مسافة أمان، والفرقاطة توفر حماية وتنظيما للقوة البحرية. وبالنسبة للبحرية الجزائرية، يعتبر هذا المزيج نقطة قوتها. التوازن الإقليمي. منطقة مضيق جبل طارق تحت المراقبة. إسبانيا، المملكة المتحدة وحلف الناتو. أي تغيير كبير في الوضع العسكري سيقابل بتحرك سريع. لذلك في الواقع المعاصر، القوة البحرية تستخدم أساسا للردع. إذن هل يمكن للبحرية الجزائرية إغلاق مضيق جبل طارق؟ من منظور عسكري، القدرات الموجودة تمنح الجزائر عنصر ردع بحري معتبر في محيطها الإقليمي، ولحماية مجالها البحري والاقتصادي. وفي عالم البحار، الأهم ليس الإغلاق، بل القدرة على التأثير في ميزان القوة، والجزائر تملك كل المقومات. إذا أردت تحليلا أعمق لموازين القوى في غرب المتوسط، اكتب لنا في التعليقات وسنواصل السلسلة.